أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم قوي وبيمس كل واحدة فينا: الدورة الشهرية والألم اللي بيجي معاها. كتير مننا بيتعامل مع الموضوع ده كأنه سر أو حاجة لازم نستحملها وخلاص. بس هدفنا النهاردة مختلف تماما. عايزين نفهم جسمنا، نفهم إيه اللي بيحصل بالظبط، والأهم نعرف إزاي نتعامل مع الألم ده عشان نحس براحة أكتر. فيلا بينا نبدأ الرحلة دي مع بعض. طيب هنتكلم عن إيه بالظبط؟ أول حاجة هنشرح الدورة الشهرية من الألف للياء. بعد كده هندخل في صلب الموضوع، ليه بنحس بألم، وهنعرف إيه الحلول اللي ممكن تساعدنا. وكمان هنفرق بين الأعراض العادية والحاجات اللي ممكن تكون علامة إن في مشكلة. وهنختم بأهم سؤال: إمتى لازم نروح للدكتور؟ طيب يلا نبدأ بأول جزء، وهو إننا نفهم الدورة الشهرية نفسها. خلينا نعتبرها كده زي شفرة الجسم بيبعتها لنا كل شهر، والنهاردة هنحاول نفك الشفرة دي عشان نفهم بالظبط إيه اللي بيحصل جوانا. الدورة الشهرية دي يعني إيه هي بالظبط؟ ببساطة شديدة، كل شهر جسمنا بيجهز نفسه لاحتمال حدوث حمل. يعمل إيه؟ بيبني طبقة أو بطانة جوه الرحم عشان لو في جنين اتكون يلاقي مكان مناسب. طيب لو ما حصلش حمل، الجسم بيقول تمام، مش محتاجين البطانة دي الشهر ده، فبيتخلص منها. نزول البطانة دي هو اللي احنا بنسميه الدورة أو البيريود. طيب نيجي للسؤال المهم: مدتها قد إيه؟ كلنا حافظين رقم 28 يوم، صح؟ كأنه رقم مقدس. بس الحقيقة إن ده مجرد متوسط. الطبيعي أوسع من كده بكتير. يعني لو الدورة بتيجي كل 21 يوم أو كل 35 يوم أو أي رقم بينهم، ده كله في النطاق الطبيعي تماماً. فمفيش داعي للقلق لو مش بتيجي على 28 يوم بالملي. كل جسم وليه نظامه. الدورة الشهرية مش مجرد الأيام اللي بينزل فيها دم وخلاص، لا، دي رحلة كاملة متقسمة لأربع محطات رئيسية. المحطة الأولى هي مرحلة الحيض نفسها، نزول بطانة الرحم. أول ما بتخلص بيبدأ الجسم على طول يجهز للشهر الجديد. في المحطة الثانية اللي هي المرحلة الحويصلية، ودي اللي بيتكون فيها بويضة جديدة. في نص الرحلة تقريبا حوالي اليوم ال14 بتيجي محطة الإباضة، وهنا البويضة بتخرج من المبيض. والمحطة الأخيرة هي المرحلة الأصفرية، ودي اللي الجسم فيها بيبقى في وضع الاستعداد للحمل. لو الحمل ما حصلش، مستوى الهرمونات بيقل والرحلة بتبدأ من أول وجديد. طيب هل المراحل دي مجرد تغيرات جوه الجسم ومش بنحس بيها؟ لا طبعا، كل مرحلة ليها المود بتاعها. يعني في النص الأول من الدورة، في المرحلة الحويصلية، هرمون الإستروجين بيكون عالي. ده بيخلينا نحس إننا فايقين أكتر، عندنا طاقة، مزاجنا أحسن، وتركيزنا أعلى. أما بقى في النص التاني، المرحلة الأصفرية، البروجسترون هو اللي بياخد السيطرة. وده بقى اللي ممكن يجيب معاه الانتفاخ والرغبة الشديدة في أكل معين وتقلبات المزاج اللي كلنا أكيد عارفينها كويس. طيب فهمنا الدورة ومراحلها. نيجي بقى للسؤال الأهم يمكن: ليه بتوجع؟ ليه في ألم وتقلصات؟ خلينا ندخل في الجزء الثاني ونشوف إيه التفسير العلمي ورا الموضوع ده. ألم الدورة ده ليه اسم علمي، اسمه عسر الطمس أو ديسمانوريا. بس بعيداً عن الأسماء المعقدة، السبب بسيط جداً. الرحم عبارة عن عضلة، وعشان يتخلص من البطانة بتاعته لازم ينقبض، زي ما بنعصر حاجة عشان نطلع اللي جواها. الانقباضات دي هي اللي بنحس بيها في صورة ألم أو تقلصات. طيب إيه اللي بيخلي الرحم ينقبض أصلاً؟ في مادة كيميائية الجسم بيفرزها اسمها بروستاجلاندينز. ممكن نعتبرها زي الرسائل اللي الجسم بيبعتها لعضلة الرحم يقول لها يلا وقت الانقباض. كل ما الجسم أفرز من المادة دي أكتر، كل ما الانقباضات كانت أقوى، وبالتالي الألم بيكون أشد. الموضوع كله مرتبط بتركيز المادة دي. والألم ده مش شكل واحد عند كل الناس، يعني مش مجرد مغص في البطن وخلاص. لا، ممكن يظهر في صور مختلفة. ممكن يكون ألم بيسمع في الظهر أو في الفخذين، ممكن يكون وجع مستمر كده أو نغزات حادة، وفي ناس كمان بيجيلها غثيان أو صداع معاه. كل دي أشكال مختلفة لنفس الألم وكلها واردة. وهنا بقى لازم نفرق بين حاجتين مهمين قوي. في نوعين من ألم الدورة. النوع الأول أو الأولي ده الألم العادي اللي بيجي بسبب البروستاجلاندينز اللي اتكلمنا عنها ومفيش وراه أي مرض، والنوع ده غالباً بيتحسن مع السن. لكن في نوع تاني اسمه الثانوي، وده بقى بيكون سببه مشكلة صحية معينة، زي مثلا بطانة الرحم المهاجرة أو الأورام الليفية. والنوع ده من الألم على عكس الأولاني ممكن يسوء مع الوقت. عشان كده مهم قوي نكون واعيين للفرق. طيب، كفاية كلام عن أسباب الألم. نيجي للجزء العملي اللي كلنا محتاجينه: إزاي نتعامل مع الألم ده ونخففه. الجزء ده هو الدليل بتاعنا عشان نحس بتحسن. خلينا نبدأ بالحاجات البسيطة اللي في إيدينا اللي ممكن نعملها في البيت. أول وأشهر حاجة: قربة مية دافية. السخونية بتساعد العضلات إنها تسترخي، وده بيقلل المغص. حاجة تانية ممكن تكون غريبة شوية بس فعالة:
الحركة. مش بنتكلم عن رياضة عنيفة، لأ، مجرد مشي خفيف أو تمارين يوجا بسيطة. الحركة دي بتحسن الدورة الدموية وبتخفف الألم. وطبعا ما ننساش الأساسيات: نوم كافي وتقليل التوتر على قد ما نقدر، لأن الإجهاد بيخلي أي ألم أسوأ. الأكل كمان بيلعب دور كبير جدا. في أكلات ممكن نعتبرها زي المسكن الطبيعي، مثلا الأكل الغني بالمغنيسيوم زي المكسرات والموز وحتى الشوكولاتة الغامقة. المغنيسيوم ده مرخي طبيعي للعضلات، والأوميجا 3 اللي في السمك دي مضاد التهاب طبيعي، وضروري جدا شرب كميات مية كافية. وفي المقابل في حاجات يفضل نقلل منها في الفترة دي، زي الكافيين والسكر والملح الزيادة، لأنهم بيزودوا الانتفاخ وبيخلوا الوضع أصعب. طيب لو كل الحلول دي مش جايبة نتيجة كفاية، إيه الخطوة اللي بعد كده؟ هنا بيجي دور الخيارات الطبية، المسكنات اللي من نوع مضادات الالتهاب غير الاسترويدية زي الأيبوبروفين. دي بتشتغل على المصدر نفسه، بتقلل إنتاج مادة البروستاجلاندينز اللي بتسبب الانقباضات. وفي كمان حلول هرمونية زي حبوب منع الحمل اللي بتنظم الدنيا كلها. بس هنا في نقطة مهمة جدا جدا: أي دواء لازم يتاخد تحت إشراف طبي، ما ينفعش ناخد قرارات زي دي من نفسنا. طيب إحنا اتكلمنا عن ألم الدورة نفسها، بس إيه حكاية الأعراض اللي بتيجي قبل الدورة اللي بنسميها ال PMS؟ هل هي كلها زي بعضها ولا في درجات؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الجاي. معظمنا عارف ال PMS أو متلازمة ما قبل الحيض، اللي هي شوية تقلبات في المزاج، انتفاخ، إرهاق. دي حاجة شائعة، لكن مهم نعرف إن في حالة تانية أشد بكتير اسمها PMDD أو اضطراب ما قبل الطمس الاكتئابي. الفرق هنا كبير. ال PMDD مش مجرد مزاج وحش، لأ، دي أعراض نفسية حادة زي الاكتئاب والقلق الشديد والانعزال، لدرجة إنها ممكن توقف الحياة اليومية تماماً. ودي مش حاجة تتساب وتعدي، دي حالة بتحتاج دعم ومساعدة طبية متخصصة. ونوصل بقى لآخر وأهم جزء: إمتى نعرف إن الوضع خرج عن السيطرة ومحتاجين مساعدة من دكتور؟ إيه هي العلامات الحمراء اللي الجسم بيبعتها لنا وبيقول لنا لأ كده كفاية، لازم حد متخصص يشوف الموضوع؟ في كام علامة كده لازم ما نعديهاش. لو الألم وصل لدرجة إنه بيعطل الأنشطة اليومية، يعني بيمنع الواحد من إنه يروح شغله أو دراسته. لو النزيف غزير جدا لدرجة إن الفوطة الصحية بتحتاج تتغير كل ساعة أو ساعتين. لو الدورة نفسها بتطول عن 7 أيام. لو الألم فجأة بقى أسوأ بكتير من المعتاد، أو لو المسكنات العادية ما بقتش بتجيب أي نتيجة. أي علامة من دول هي جرس إنذار، ما ينفعش نتجاهلها أبداً، لأنها ممكن تكون دليل على وجود مشكلة صحية محتاجة تدخل. ودي يمكن أهم خلاصة نطلع بيها النهاردة: إن ألم الدورة يكون موجود ده شيء شائع، لكن إنه يكون ألم شديد بيشل الحياة ده مش طبيعي أبداً. مش مطلوب من أي حد إنه يعاني في صمت أو يتقبل فكرة إن الألم ده جزء من حياته ولازم يستحمله وخلاص. في حلول وفي مساعدة. وفي الآخر حابة أسيبكم مع سؤال نفكر فيه كلنا: إيه الحاجة الواحدة اللي كلنا ممكن نعملها عشان الكلام عن الدورة الشهرية يبقى أسهل، عشان يبقى موضوع عادي بنتكلم فيه بصراحة ومن غير خجل أو كسوف؟ يا ترى إيه ممكن تكون الخطوة الأولى اللي ممكن نبتدي بيها؟